يا صباح الهنا عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يا رب يعود علينا الايام بخير. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ برحب بكل اخواتي وكل حبايبي اللي انضموا ليا، شرفتوني ونورتوني يا اغلى اخوات في الدنيا. وكل الناس اللي كانت معايا منوريني ومشرفيني كالعاده يا حبايب قلبي. النهارده بقى قلت اخد ولادي كده، او ما اخدش ولادي، هعمل لهم عزومه كده كاني عازماهم وجايبه لهم صينيه من بره. الصينيه بقى اللي بيتكلموا فيها دي ماشي، هنعملها لهم في البيت. وعملناها كتير طبعا قبل كده، مش اول مره. قلت بصراحه الشعب المصري كله النهارده عامل محشي وبط، صح؟ عاملين محشي وبط ولا عاملين ايه؟ فقلنا خلي بقى المحشي والبط ده. ما نروح بقى هناك كده وسط العيله واللمه، اخر فيديو معاكم في المطبخ ده. خلاص بنقول الفيديو، بنقول المطبخ ده وداع وداع وداع. طبعا هنعرف بعد كده بقى التصوير هيبقى فين. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. هنعمل اكل خفيف كده ولذيذ وبجد يعني ايه. يعني اول يوم كده ما حبيناش بقى ان احنا نفتكس. هعملها تتبيلة سهلة وبسيطة وبجد جميلة جدا. وطعمها حكاية وخفيفة في نفس الوقت. حطيت بصلاية وطماطماية قرن فلفل، وحطيت توم. وكمان حطيت البهارات بتاعتي، بهارات مشكلة، فلفل اسود، يعني بهارات فراخ يا جماعة. وكمان معلقة من، اللهم صل على سيدنا محمد، دبس الرمان. وبس كده، وسبتها بقى مع نفسها تعيش حياتها. انا تبلتها وركنتها. خلاص جيت البس الاسدال يا ولاد عشان اصور بيه بقى واعمل كده، لقيته عايز 5 6 جنبي. طيب خلاص اتصرفنا في العرض. طب الطول بقى مش هعرف اتحرك فيه. قلت له لا والله ما انا لابساه، خليك بقى لما اظبطك واشوف احوالك ايه. خلصت كده، غردت البصلتين 3 4 كده، ونزلت بحتة سمنة بلدي او زبدة صفرا وشوية زيت. سبت الصينية لما قالت ايه يعني كده. بصوا بقى يا جماعة، الواحد بيفطر وبيتنح الحمد لله رب العالمين. احنا كنا صايمين رجب وشعبان الحمد لله رب العالمين، يعني فالصيام مش جديد. بس مشكلتي انا ايه بقى يا جماعة؟ مش مشكلة اكل خالص ولا شغل خالص. ولله الحمد بقولها بصوت عالي عشان كل اللي عارفني على المستوى الشخصي عارف ان مش بيفرق معايا خالص واقفة في المطبخ، ولا شغلي في البيت، ولا كل الكلام ده. انا اللي فارق معايا دلوقتي ان حاسه ان انا بعمل بلد يا جماعه، فاهمين؟ يعني الاكل سريع جدا وحاجات سريعه مش بتوقف كتير. بس ما تكوني متعوده على حاجه بتاخديها على الصبح، دي مشكله كبيره قوي. فاتمنى ما حدش يعمل الحركه دي، ما حدش يكون يتعود على قهوه الصبح، نسكافيه، شاي. الموضوع ده بيبقى صعب جدا. يلا ما علينا، عملنا بقى العصاق بتاعنا. حطيت البصله بتاعتي دبلت كالعاده، زي ما انتوا عارفيني ما بحبش انزل بيها نيه. وبعد كده نزلت باللحمه. وطول ما البصله سخنه ما تقلقيش ان اللحمه تكتل منك ولا اي حاجه. نزلت بقى ببهارات اللحمه، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد حطيت جوز الطيب وفلفل اسود. بس. وخلاص على كده، وهحط لها الملح بقى، وهطفي عليها الملح اخر حاجه لما الاقيها دخلت في السوا. جبت حله تانية كده وحطيت برضو زبده وحطيت زيت. ونزلت ببصلايه والكبد وقوانص. هدي بقى تقليبه. يا رب. بكلمكم يا جماعه وبلحق نفسي، بعوض اليوم كله. اشرب النسكافيه بدل الكوبايه 2 و3. يا رب. قولوا لي بقى في الكومنتات عملتوا اكل ايه النهارده وقضيتوا يومكم ازاي. حطيت كده قرن فلفل احمر، مش يعني مش حامي قوي. واول مره اعرف ان الفلفل الاحمر ما بيبقاش حامي يعني وكده، بس ده غريب شويه. خلاص اللحمه بتاعتي كده انا هطفي عليها تقريبا. خلاص هي بقول لكم هي كده استوت وهطفي عليها. كثفوا الدعاء يا جماعة، وادعوا لحبايبنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب العالمين، وربنا يتولاهم برحمته. وادعوا لكل مريض يا رب، ربنا يشفي كل مريض ويطمنا يا رب على عمي واشوفه في احسن الاحوال بامر الله. خلاص كده البصلة بتاعتي دبلت معايا والكبد والقوانص. وهنزل بكوباية من الرز، بس كوباية حلوة كده. تمام. ودايما كالعادة زي ما بنقول، والله العظيم يا جماعة مش بالاكل ولا بالشرب ولا اي حاجة. تعالوا بس كده نقول الاول احنا حطينا ايه، وسيبوا الكلمتين دول لما يجي حتة كده نعرف نتكلم فيها. حطيت فلفل اسود، وحطيت اهم ولازما وضروري للناس اللي هتقولي قرفة، لا. حطي معلقة قرفة حلوة كده على
على الحشوة دي، وبجد هتوديها لك في حتة تانية وتفرق جدا في الطعم. وحطيت بهارات مشكلة، يبقى حطيت البهارات والقرفة والفلفل الاسود، وهدي تقليبتين كده، وهبدأ انزل بكوباية مية. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، تسمعوا بقى صواريخ ودوشه والكلام ده، انا عايزه اقول لكم ان انا رحت في اخر اوضه في البيت عشان ما تسمعوش بقى الاجواء الرمضانيه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، يعني هو ده مصر رمضان. الكلمتين اللي كنا عايزين نقولهم والله العظيم يا جماعه، فعلا فعلا والله، مش بالاكل ولا بالشرب ولا اي حاجه، ممكن لقمه بسيطه قوي 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 تعمليها بحب، تلمي ولادك حواليكي، تقعدي قاعده حلوه بالدنيا وما فيها. هي دي كل الحكايه، مش بالتصنيف وتعملي ابيض واسود وتنكدي على حالك وعلى نفسك عشان مش عارفه ايه. لا 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 يا جماعه، فرحوا ولادكم واحسنوا ماضي ولادكم، وهو ده بقى ايه، الماضي والذكريات اللي هنسيبها لعيالنا ان شاء الله بعد عمر طويل كده، ليكم يا حبايب قلبي ولينا برضه. المهم احشي الحمام بتاعه، مش بملاه قوي عشان ياخد براحه في السوا ما يفرقعش مني، يعني املاه كده واسيب براح فيه شويه. هتمليه على الاخر هيجي يستوي منك هيروح مفرقع على طول. انا هنا حطيت القوانص، وهنا ما قفلتش لان كنت حاسه ان الفتحه بتاعه الحمام كبيره قوي، فكنت خايفه الرز ينطر منه ويطلع بره وكده. فجت جنة بقى بقول لها كانت هتجيب لي ستيكس وكده وهي جايه، فما جابتش، فقلت يلا والله لا اعمله بقى ايه وخليها على الله. وفعلا لما تكتبيها كده على ربنا وتقفي بحب، هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا حول الله يا رب شايفين يا جماعه؟ يا رب يفرحنا كلنا، يا رب يفرح قلوبنا وما يدخلش علينا حاجة وحشة يا رب العالمين، وما يكسفش اب ابدا قدام بيته ولا ولاده، ويا رب العالمين اللهم امين. كثفوا كده الدعاء، وادعوا دعوة حلوة من قلوبكم، وادعوا لاولادكم بصلاح الحال، وادعوا يا رب لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح ان شاء الله للجميع. هولع بقى المية بتاعتي تغلي كده لحد ما انا اعمل دي، هي كانت بتغلي وانا طفيت عليها. قلت بقى مش عايزة بقى مواعين تبوظ مني. مالكوش دعوة بالسحنة دي خالص، السحنة دي واقفة مش عارفة واقفة ازاي، هي مش مركزة، هي مهيسة خالص، بس سبحان الله هو ربنا بيقوي يا جماعة. بصوا متنحة خالص يعني. هنا كنت بقولهم اللي هيجي جنبي انتوا عارفين هعمل ايه، او شوفوا رجعت تاني عملت ده، عملتهم كده في بعض وخلاص وسبتها بقى كده لربنا. هي جت هنا وتقول يا ماما ما لقيتش، كتر خيرك. يلا بينا هننزل بقى، المية غلت معايا وهبدأ انزل بالحمام. حطيتوا لايك ولا لسه؟ بصوا انا عايزه اقول لكم انا بشرب نسكافيه معاكم دلوقتي، شايفين يعني لما بتبقي نايمه كده وحاجه بتفتح عينيكي تفوقك من النوم، اللي هو انا مش عايزه انام، انا حاسه ان انا نمت ساعه فوق، انا حاسه كده وانا ما نمتش اصلا. حاسه انا كنت بفرش يوم الوقفه بتاعه رمضان ذات نفسها، يعني كنت معذبه نفسي عذاب مش عارفه ليه بعمل في نفسي كده، بس مش مهم. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى خلاص هنسيب كل حاجه. الحمام على فكره نستوى، نقلته في العين التانية الوطس، بس مش مهم. بيضه، كوبايه لبن، معلقه دقيق واحده بس، مش بيكنج باودر، معلقه دقيق ماشي. وهبدا ان انا ايه هعمل ايه، هبدا بقى كل ورقه هورقها كده زي ما انتم شايفين. حطيت فلفل اسود وسنه ملح كده يا جماعه. كل ورقه هديها حبه من الخليط الجبار ده، حاجه بجد جميله. بصوا بقى الحته دي، التليفون فصل اصلا واحنا مش واخدين بالنا، بالصدفه كده لقيت حبيب قلب ماما بقى، ماما التليفون يا ماما مقفول، يعني انا كنت شغاله اصلا ومفكره ان التليفون شغال. اتاري بقى المساحه يا ولاد عملت عمايلها، فكنت انا عملت الاتنين اللي قدامكم دول. بحكي لكم القصه يعني عشان تفهموا، عشان انا حاطه كل حاجه على عينك يا تاجر. هبدا ان انا احط اللحمه بتاعتي بقى كده، وهلف الف الف. الدبانه مضايقاني يا ولاد، مش عارفه ايه قصه الدبانه، قولي مفيش اي حاجه حواليا زي ما انتم شايفين، حاجه متسخه ولا اي حاجه الحمد لله، وده فين بيجيلي منين مش عارفه.
هلف كده الرول بتاعي وهبدأ ان انا احطه على الناحية اللي انا بلفها، يعني الحتة المفتوحة دي بحطها تحت كده. كله كده زي الفل، بالراحة كده واحدة واحدة وبراحتك خالص. بصي السكرانة دي بقى كانت خلاص بقى ضايعة، دي ضايعة وفي حتة تانية، يعني حاسة ان هي مش هي. بظبط كده الرول بتاعي وهبدأ احط، هو ما ملاش الصينية قوي بس مش مهم. حلو، انا مش مكترة، يمكن انا عاملة كذا حاجة عشان محدش بس يقول لي حاجة، بس انا مش مكترة. انا يعني مشكلة تشكيلة اللي هي برضو على قد اليوم، مش عاملة كذا حاجة فلا. من نفس الخلطة اللي احنا عاملينها دي اسقي بيها الجلاش وسيبيه بقى، سيبيه شوية بقى ساعتين ولا حاجة كده عمال ما تسويه. تمام، انا هوريهولكوا بقى ايه وبعد ما شرب التشريبة الحلوة دي. بس الطعم اقسم بالله في حتة تانية خالص. بقول لهم حرام عليكم اسكتوا محدش يكلمني. اه والله انا مش سامعه، يعني حاسه ان انا مش فاهمه حاجه. جبتها لكم هنا تاني على عيني عشان ايه التصوير، بس كنت نقلها على عيني الصغيره. بصوا يا جماعه، الله اكبر، مفيش اي حاجه فرقعت الحمد لله رب العالمين. خلاص هو كده استوى. هبدا ان انا اشيله بقى. أنا حطيت في الشوربه يا جماعه دي جزر وحطيت لوري وحطيت ملح، ظبطتها يعني. هركن كمان، مش هحمر دلوقتي. يلا اديله، يلا بينا على الفرن. كان عندي نص كيلو من الكفته جاهزه كده، طلعتها من الفريزر وصبعتها رز البسمتي حطاه كده عشان اسويه. بصوا بقى الجلاش شرب التشريبه بتاعته بقى زي الفل ازاي. ما تستغنيش عن صينيه الجلاش دي ابدا في عزوماتك، عشان شيك قوي في التقديم والطعم بجد حكايه. انا كمان بفضلها عن السمبوسه كتير. يلا بينا نشوف ايه اللي طلع. هنا بعمل الرز بقى، خلاص كان استوى، حطها على النار يعني. الفرخه طلعت، الكفته طلعت، بصوا ما شاء الله الكفته الصباع طالع زي ما هو، وبحمر هنا الحمام. وهنا بنلعب في الوقت الضايع، هتلاقينا بنشقلب وبنجري ورا بعض. لو حتى انت مجهزه من امتى، بتيجي الساعه دي بتلاقي الدنيا اتلخبطت خالص. اخر حاجه بقى هي هعملها العصير. كنت هعمل تمر وكنت عايزه اعمل بلح، قالوا لنا لا ولا اي حاجه النهارده، كده خففي خففي هنعمل فراوله. بصوا اجيبها من الفريزر يا جماعه. الناس اللي بتقول انتوا بتفرزوا ايه، انتوا بتعملوا ايه، لا بتفرق. تعالوا بقى نعمل صينيه شكلها حلو. انا قدمت الصينيه كده بس خدت الاطباق معايا بره، وكل اللي عايز حاجه حطها لنفسه قدامه، مش اكتر من كده. وهنا جالي ضيف بقى ايه، يعني عزومه مفاجاه كده. اه والله العظيم انتوا مش مصدقين، والله العظيم ضيف ولا كان على البال ولا على الخاطر، جيب رزقه وجيب كل حاجه بتتعمل بتبقى ليها صاحب نصيبها فبيخش لها. الف هنا وشفا يا باسم. باسم ده ابن اخت جوزي. تمام. حطيت الرز بقى كده تحت وهبدا اجيب الفرخه، غسلت المعلقه وجيت يا جماعه هتفكر بصوا دابت دوب، والله العظيم ما خدتش وقت ودابت. عملت لهم تشكيله كده فتحت نفسهم. اهم حاجه يا جماعه مش الاكل بقى، اهم حاجه وانت بتعملي كده رصي سفرتك بشكل شيك عشان تفتح النفس. كنت عايزه اعمل ملوخيه خضراء ولسان العصفور، قالوا لي لا مش عايزين الحاجات دي كلها، فبصراحه استبعدت بقى الكلام ده. هنا الجلاش زي ما انتم شايفين كده، والحمام ما شاء الله اللهم بارك. شايفين لون الفراخ، شايفين لون الحمام. بصوا الكفته بقى، بصوا الكفته وجمالها. الكفته دي سهله قوي يا جماعه، بتبشري بصلتين كده حلوين وتصفيهم، وتبداي ان انت تحطي توابلك الحلوه وتعجني عجن كده حلو، حاطه فلفل احمر فيها وتوابل كفته، واديها عجنه حلوه وسيبها في الفريزر، ما تعملهاش في نفس اليوم. بصوا بقى، بصوا هنا الجمال، وعامله هنا طحينه ومخلل وحلوه قوي، فضل ونعمه. ويا رب اجعلها يعني نعمه الحمد لله. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. هنا باسم بيصور الصينيه. لايك بقى وشير وسبسكرايب، ان شاء الله هنعمل افكار حلوه مع بعض. ده كان فطارنا سهل ولذيذ وخفيف، ويا رب الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. ما تنسوش كلمه حلوه منكم، ويا رب اجعلها كده، اجعلوا رمضان كريم على الأمة الإسلامية والشعب المصري يا رب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى كلمة حلوة، وكل سنة وانتم